الاكوزاتيف والداتيف، بما ان في ناس كتير بتتلخبط في ايه هو الاكوزاتيف وايه هو الداتيف، فاحنا هنشرحهم النهارده ومش هتتلخبط فيهم تاني. اول حاجه دول حالات اعرابيه زي عندنا في النحو، زي مثلا في النحو عندنا الفاعل بيكون في حاله رفع والمفعول به بيكون في حاله نصب. الاكوزاتيف هو المفعول به اللي بيكون في حاله نصب عندنا في النحو. زي ايه مثلا؟ احمد اكل التفاح، احمد ده هو الفاعل، هو اللي كل، فاللي اكل ده هو الفاعل اللي بيكون في حالة رفع، وده ملناش دعوة بيه دلوقتي. طيب التفاحة هي المفعول به، هي الشيء اللي اتاكل، فالشيء اللي اتاكل او الشيء اللي انا اشتريته او الشيء اللي انا اديته لحد او ايا كان هو ده المفعول به، يبقى هو ده مين؟ هو ده الاكوزاتيف، يبقى التفاحة هي الاكوزاتيف. تمام، يبقى عرفنا ان الاكوزاتيف هو بيكون المفعول به الحاجة اللي حصل فيها الفعل، اللي وقع عليها الفعل. طيب ايه هو الداتيف؟ الداتيف من الاخر بيكون بغزون، اللي هو شخص. اعطيت محمدا كتابا، محمدا هو الشخص، يبقى هو الداتيف. طيب اعطيت محمدا ايه؟ اللي محمد اديته كتاب، يبقى الكتاب ده هو المفعول به، هو اللي وقع عليه الفعل بتاع العطاء. انا اديت لشخص حاجة، يبقى الحاجة دي هي الاكوزاتيف. يبقى تاني، اديت لشخص حاجة، الحاجة دي هي الاكوزاتيف. الشخص ده بقى مين؟ الشخص ده هو الداتيف. يعني ببساطة جدا الاكوزاتيف هو المفعول به اللي وقع عليه الفعل، لكن الداتيف هو الشخص اللي اديته الحاجة او اللي اشتريت له حاجة او قلت له حاجة ايا كان، يبقى هو ده الداتيف. عندنا هنا مثال: ايش كوفه einen Apfel، انا اشتري تفاحة. انا اشتريت ايه؟ اشتريت تفاح، يبقى التفاحة دي هي الزخة او الشيء، يبقى هي دي المفعول به اللي هو اكوزاتيف. بسأل نفسي ايه اللي انا اشتريته؟ اشتريت تفاح، يبقى الحاجة اللي انا اشتريتها هي الاكوزاتيف. تمام. ليه قلنا einen Apfel بدل ein؟ عشان هنا الاين اتحولت لاينن، ودي هنشرحها الفيديو الجاي، ادوات النكرة والمعرفة مع الاكوزاتيف والداتيف. تمام. طب المثال التاني: ايش جيبه dem Mann einen Apfel، انا اعطي الرجل تفاح. انا اعطي لمين او لمين اعطي؟ انا اعطي للرجل، يبقى الرجل ده اللي هو الشخص ده هو الداتيف. وهنا بدل ما نقول ديا من قلنا دم من. ليه قلنا دم؟ عشان ده داتيف، حولنا الديا لدم، وده اللي هنتكلم عنه الفيديو الجاي. einen Apfel هي الاكوزاتيف. ليه؟ عشان انا سألت نفسي ايه اللي انا اديته للرجل، لقيت ان انا بقول انا اديت للرجل تفاح، يبقى التفاحة دي هي الزخة او الشيء اللي انا اديته للرجل، يبقى هي دي الاكوزاتيف، والشخص اللي هو المن ده هو الداتيف. ان شاء الله الفيديو الجاي هنشرح ادوات النكرة والمعرفة والضمائر والافعال اللي بتيجي معاهم وحروف الجر اللي بتيجي معاهم كمان.